بون بسم الله الرحمن الرحيم. عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير. بالنسبه للمقابله اليوم، انا نظن ان المقابله كانت صعيبه. التحضيرات نتاعها كانت صعيبه جدا بعد العيد، وما كانش عندنا فتره تاع تحضيرات، واللاعبين مدينا لهم 3 ايام باش يروحوا يعيدوا مع الاهل نتاعهم وكلش، وحطيناهم باش ياخذوا برنامج تدريبي. الحمد لله اللاعبين جاوبوا معنا، بارك الله فيهم. الشيء اللي ظهر على ارضيه الميدان وين بدينا في الشوط الاول، بدينا سيطرنا على الشوط الاول وين كنا بيان بلاسي. الحمد لله قدرنا نفاجئوا الخصم ونسجلوا عليه هدف، وفي ظل الحراره اللي كانت عاليه جدا، ولكن الحمد لله اللاعبين ادوا ما عليهم، بارك الله فيهم. الشوط الثاني الخصم ضغط علينا، وين حنا تحكمنا في اللعب وتحكمنا في البلوك نتاعنا، ونقدرنا نكونوا سوليد حتى وين عدلنا النتيجه. ولكن هكا كل اللاعبين قعدوا مستمرين وامنوا في روحهم حتى الدقائق الاخيره، وسجلنا هدف الفوز. الحمد لله بهذا الفوز نحتلوا المرتبه الرابعه. شبيبه الثوره عادت في الاونه الاخيره، الحمد لله. بعدنا فوزنا على الياسما، فوز على الجياسكا، تعادلنا مع مولودية الجزائر، اليوم ربحنا في شلف. هذا يبين بلي شبيبة الثورة ولات عندها في اخر موسم انه ما لاشيناش، ما طلقناش، الحمد لله على كل حال. شكر موصول لكل اللاعبين، الطاقم الاداري، الطاقم الفني، كل هو مساهم ولو ببعيد. الانصار اللي نشكرهم كذلك ما نساهمش، بارك الله فيهم، والحمد لله على كل حال. شفنا منذ اشرافك على الفريق تحسن من ناحيه النتائج؟ والله التحسن هذا نقول لك راجع ما نقدرش نشكروا في رواحنا، ولا احنا راح نأدوا في عمل. انا ولا لطفي بودراع ولا حسن بالحاجي ولا سيباكس، الناس الكل راهم متكاتفين، الناس الكل راهي متضافره الجهود. نكلف بالعتاد، الاطباء، الاداره، ثم إدارة تخليك في اريحيه. بعد ثاني عيد تمشي تحضر ميني ستاج في الجزائر في الجي، هذا يخليك انه تقول بلي شبيبة الثورة مازالها في اللوجيستيك نتاعها، مازالها حاضره، مازالها تمد انه